السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة لابريكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. مساء الخير عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير في أحسن الظروف إن شاء الله، وتكونوا مزيانين مع وليداتكم. كنتمنى تدعمونا والصفحة ديالنا تكبر ونكملوا في هذا المحتوى هذا جميع. ندخلوا مباشرة في سرد التفاصيل الجريمة ديال اليوم. واحد 4 ديال الصحاب كانوا خدامين في مجال الجزارة، يعني كانوا جزارة، ولكن كانوا جزارة ديال السواق، يعني ما عندهمش واحد المحل في شي مدينة ولا خدامين في الأسواق، وكيمشيو الأسواق غالبا، كيمشيو للبوادي، كيخدموا في السواق كيف قلت، كيذبحوا كيفرقوا البهايم على مواليهم. ملي كيساليو كيخليو لهم واحد شويه، مثلا واحد طرف د اللحم هكا كيبقاو كيبيعوا فيه هما هكا، يعني بالتقسيط بالكيلويات. حنا عارفين كيفاش كيكون يعني اللحم كيتباع في الأسواق الشعبية ديالنا. بعد السوق كيكون أسبوعي، كتكون عندهم الخدمة أسبوعية، أولا كيتنقلوا مثلا هاد البادية في 2، هاد البادية 3، هاد البادية 4. المهم من سوق لسوق هاد الناس هادي هي خدمتهم، وكتكون غير يعني قيطون هكا وطابلة ومثلا هكا سكايط معلقين. الناس كتكون كتبيع. معروف عندنا حنا في السوق الشعبية، يعني اللحم كيفاش كيتباع والكفتة، والناس كتشري تما، ويعني هكا كتغدى هادي، كدوز كتاكل الكفتة، كتاخد برادتي، كتغدى في السوق. وهذا الشيء مازال عندنا في الأسواق، يعني في البوادي، في المناطق النائية عندنا. وأنا كنقول يعني خاص الإنسان يفكر شوية عاد ياكل ديك الكفتة خاصة ديال السوق، حيت دوك الناس كيكونوا خدامين عشوائيا. كيخدموا بداك الشيء، يعني ديك الادوات كتكون كتفتقر النظافه والتعقيم. آمم، يعني ما كتكونش واحد النظافه في داك الشيء. والله يحفظ شحال من واحد مرض بهذيك الكفته د السوق وديك الماكله كلها. شحال من واحد مشى بالتسمم، شحال من واحد ما عندوش المناعه والقدره مات. والواحد ما ياكل حتى شي حاجه حتى يكون متيقن ويكون كيعرف هذاك الانسان اللي غيتقدم من عنده كيفاش كيخدم، ويكون متيقن باللي كيخدم في واحد الجو نقي، ويشوفو يعني لابس طابليتو، يدو نقيين، مغطى شعرو، الماكينه مثلا نقيه، يديه كذلك. وغالبا هذاك الشيء الاسواق ما كيكونش نقي للاسف، كيفتقر لهذا الشيء هذا. وكيف قلت كاين الناس اللي كتقول مع راسها باللي حتى إلا كانت شي حاجه في الكفته راه غتحرق، يعني في الشوايه مع العافيه، لا ما بقات حتى شي حاجه. وهذا غلط، حيت شي الا كانت هازه شي ميكروب واعر، راه واخا دوزت في العافيه راه غادي يبقى داك الميكروب. وعلى ذكر هاد الكفته د الاسواق، خاصنا نعرفوا باللي آه الناس كيلجؤوا ليها بزاف، حيت هي اللي كتعتق، يعني هذيك الماكينه ديال الكفته هي اللي كتعتق الجزاله كاملين لا في المدينه ولا في القرى. علاش؟ حيتاش بها كيجمعوا دوك البقايا ديال اللحم ودوك الطروفه اللي كيضيعوا، كيبقاو ليهم باش ما كيرميوهمش، كيرميوهم في هذيك الماكينه باش ما يضيعوش. وثانيا الدخل ديال الكفته اكثر من ديال اللحم، بالنسبه لهم كيربحوا الصرف. يعني بالنسبه للجزاره كيدخلوا الصرف حسن في الكفته على اللحم هكا بالكيلويات. ولكن الواحد خاصو يرد بالو اكثر في هذه الكفته هذه، ويتاكد منين كيشريها، ويعرف باللي داك الشخص خدام في واحد الاطار نقي. و وكنبغي نوصي الناس خاصة، يعني الناس د البادية كنشوفهم بعض المرات كيديروا واحد العمل اللي خايب وقبيح بزاف. كيكون مثلا الجزار كيبيع في الكفتة في الأسواق، خاصة في البوادي، كيكون الجزار بس مثلا خدام كيطحن الكفتة، كيزيد الربيع العطرية داك التخربيق. الناس كتقولوا أرا نشوف أرا ندوق. أنا ما عمري شفت شي حد كيدوق اللحم خضر، وهذاك السيد كيهز ويعطيهم هاك انت شوية هاك انت شوية كفتة هكاك خضرة، وكياكلوها ويذوقوا منها. كنتعجب صراحة. وهذا فعل خطير، الواحد يذوق كفتة خضرة، خاصة إذا كان الإنسان خداها يعني وحاجة باردة وخضرة، ودخلها للدات ديالو وكان ما واكل والو، يعني كان خداها على الجوع، والدات كتكون سخونة. راه اللحم خطير، بعض المرات راه كيتسبب في ميكروبات خطيرة. وحنا اصلا ربي ما عطاناش ناكلو لحم خضر. كاين اللي تثبت ليه في الموت، كيف قلت اللحم ولا الكفته ما خصوش يتكل خضر، والانسان ما خصوش ياكل يعني اي حاجه خضراء هكا ني الكفته هكاك خضراء وكتدخل للذات هكاك. انا ما كنتفهمش هذا الفعل هذا اللي كيديروا الناس. وحتى المناعه عندنا كتكون على قد الحال. ماشي تصرف هذا الصراحه، يعني الواحد ملي يكون خدام كيطحن الكفته ما يقيسها مع حتى شي حاجه، يعطي للسيد داكشي ديالو ويخدم في اطار نقي، والواحد يعرف عند من كيتقدى. هذه كنصيحه. المهم على اي
نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلت، هاد 4 الشباب كانوا كيبيعوا غير اللحم، كيبيعوا اللحم وكيذبحوا في الاسواق. فكروا مع راسهم، قالوا علاش السوق خاوي حتى واحد ما فيه كيدير الكفته، كاين غير موالين الحوت وموالين الفريت وداكشي، علاش ما نديروش الماكينه في السوق ونبيعوا حنايا الكفته. داكشي اللي كان بالفعل، شراو ماكينه، واحد كيطحن اللحم، واحد مقابل الشوايه، واحد كيدير اتاي، خدامين. الناس كدوز عندهم، ولكن هذاك اللحم ديالاش، كيف كيقولوا هذاك اللحم ديال المحروم. المحروم شنو كتعني؟ واحد الاسم كيتقال حاشاكم على الحمير، على البغال، على شي عود، يعني اي حاجه كيقولوا لها هكا. الكلمه ديال المحروم كانوا كيدبروا مثلا في حمار ولا بغل ولا عود، كيطيح لهم رخص على الكسيبه العاديه، كيشريوهم وكيذبحوهم، وخدامين كيطحنوا في الكفته ويعطيو لعباد الله. الناس خدامين داروا قيطون كيبيعوا، كلشي كيتسوق، كيدوز ياكل الكفته عندهم. ولكن الناس عرفوهم ملي كيتقداو، ساقوا لهم الخبار، تفضحوا، تعرفوا، تلقوا الخبار ديالهم. الهضره ولات كدور حتى وصلت للمخزن. بالفعل لقاو عليهم القبض، تقدموا للمحكمه ومشاو للحبس، تشدوا ومشاو للحبس. واحد من هاد الشباب هادو في الحبس تعرف على واحد خينا، كان مروج ديال المخدرات، تاجر في المخدرات، ماشي في يعني في الصعيد المحلي مثلا وسط المدينه ولا الدواور، ولا كان مروج كبير على الصعيد العالمي. هو ما كانش كيتعامل في البلاد، عفوا، كان كيتعامل مع مثلا كيدفع اسبانيا، يدفع لهولندا، يعني كان مروج كبير، بزنس كبير كيف نقولوا. هاد الشاب هذا كان خدام، غنسميو عليه باش ما نتلفوش. هاد الولد هذا من هادوك الشباب غنسميو عليه المسجون، والاخر راه بزنس عادي. هاد الشاب هذا، هاد المسجون هذا كان خدام كيف نقولوا بلونطون. شنو كتعني هاد الكلمه بلونطون؟ انه كيتسخر ليه في الحبس، مثلا فاش كيدخل شي حد للحبس مرفح ولا باس عليه، كيخدم واحد من المساجن، كيطيب ليه، كيجبف ليه، كيتسخر ليه، عايش معاه، كيدور معاه. الاخر كيكون يعني مدبر على الصرف، ملي كيدخلوا عنده الفلوس وهادي كيعطيه، كيخلصوا. عايش تحت الحمايه ديالو كيف كنقولوا. ولكن اليوم الحبس تبدل، الحبس ولا كيتطلب فلوس، ما بقاش كيف ما شحال هادي، يعني كيدخلوا لهم الماكله، كاين اللي ما كيزوروا حد كيبقى مدفون تما، وكاين اللي عائلته كتروج عليه وتعطيه تجيب له ماكله، تجيب له حوايج مزيانين. هادي اليوم ما بقاش داكشي. كاينه ماكله د الحبس كلشي غياكلها، واللي ما بغاش ياكل هذيك الماكله كيخصو فلوس. الحبس اليوم ما بقاش كتجي ليه الماكله من برا. كيف قلت دابا راه كل سجن فيه حوانت، والمساجين كيتقداو من الداخل. الحبس اليوم ولا كيبغي الفلوس. كيف قلت، الواحد قبل ما يدير شي جريمه يفكر باللي راه خاصو كل سيمانه واحد 500 درهم باش يتقدى لراسو. ولا داركم ما عندهمش تكمش ودخل سوق راسك، ما ديرش شي حاجه اللي غتندم عليها من بعد. هذا هو القانون اللي ولا دابا، يعني خص الفلوس باش تقدى في الحبس، او لا ما عندكش كل الماكله ديال الحبس وسكت. او لا بحال هذا، يعني واحد كيخدم عند واحد، كيخدموا مثلا عند البزنازه وغيرهم، وعار الله غير تلقى عند من تخدم باش تلقى تجمع فلوس في الحبس. المهم على اي مرجعوا، هاد السيد هذا كيف قلت كان تشد على المخدرات، كان مروج كبير، وتشد وتعرف معاه واحد من هادوك الشباب، تقرب ليه، بقى كيخدموه. هو كان كيدوي معاه، كيقول له ملي نخرجوا غنبقاو على تواصل، غتخدم معايا برا، انت الا سبقتيني نبقاو على اتصال، ومني نخرج خدم معايا. فعلا بقاو على اتصال بجوج، وفاش خرجوا لبرا ولاو صحاب. هذاك البزنس دا مع هاد الشاب هذا، حيت كان من الباديه. الولد كان من سوق الاربع، نواحي سوق الاربع. هو كان كيعرف غير حراميه ديال الجزيره، ويذبح البغال ويدير الكفته، وهذا هادشي اللي كان كيعرف، هو هادشي اللي كان كيدير. دابا مشى مع واحد حريفي، تاجر كبير، بزنس عالمي. داه منا واحد سوق الاربع للضواحي ديال المدينه ديال تطوان، داه لواحد الفيلا جنوب البحر. قال له هذه راه الفيلا ديالي، كلشي كاين هنايا، وها هي مفرشه، تقضيه موجوده، الخير موجود، كلشي كاين. وكاين تحت لاكاب راه عامر حشيش. المهم من تحت في لاكاب راه كاين حشيش، عندي حشيش لتحت. المهم انت دابا راك غادي تخدم معايا، الخدمه راه ساهله. دابا انت غير جلس هنا، عسس، رد البال، غتخدم كعساس، حضر ليا الجرده اللي يدخل شي حد، وكول وشرب، ورد معايا البال هنايا. انا ملي نجيب معايا الناس غيجيبوا لي السلعه غندخلها،
ولا جبت اللي غادي يشري نتا توقف معايا هنايا حتى نعطيوه السلعه ديالو. الاخر قال له واخا نتوكلوا على الله. هادشي اللي وقع، ولات كتجيهم السلعه كيهبطوها لتحت، وملي كيجي شي حد يشرا كيبقى يعطيه، والاخر كيطلع للناس هادي 10 كيلو هادي 20 كيلو. وهذا الشيء راه ممنوع في القانون. البيع والشراء ديال المخدرات ممنوعه. هادو راه كيخدموا بطريقه مستوره، ولكن نهار كيطيح الواحد وكيحصل راه كيتحكم. مثلا يتحكم ب10 سنين راه غيدوز 10 سنين كامله. والديوان الا طاحت عليه ب500 مليون راه غيحط 500 مليون، لا طاحت عليه بمليار راه غيحط مليار. راه شحال من واحد كانوا اسماء معروفه خاصه في الشمال وطاحوا ما بقى عندهم والو، مشاوت الفلوس ومشات الديور والعائله وكل شيء، ما كيفلتوش. والحرام كيبقى حرام، كيخرج في الارض هو الاول. يخرج لك في الولاد، يخرج في المراه ولا شي حاجه بحال هكا. الواحد ما كيفلتش كيف قلت، ضروري كيخلصوا الاحكام ديال الله كاينه في الدنيا. وانا ما كنشجعش هذه الفئه ديال الناس، حيت الحرام كيبقى غير حرام. المهم هاد السيد كيف قلنا بقى خدام معاه في البيع ديال المخدرات. واحد النهار جا هاد البزناز وهز معاه صاك ديال الفلوس كارطه بالعامر. المهم صاك ديال الفلوس راه عادي بالنسبه للناس اللي كتبيع المخدرات، يعني بالنسبه لهم راه لا شيء. هذاك الصاك كانت فيه تقريبا شي 40 مليون. جلس بقى كيحسب وكيقاد ويحط ويحسب ويعاود. الاخر كيشوف فيه، هو راه عارف بلي البزناز عنده فلوس وكيشوف عنده فلوس، ولكن داك النهار شاف فلوس كثيره ما عمرو شاف هذاك القدر قدام عينيه. قال له من هاد الفلوس، واش ديال شي حد؟ البزناز قال لي لا غنديها للبنك. قال ليه وشنو غدير، نديها انت ولا نديها انا؟ حيت البزناز كان موالف قبل كيصيفطو يدير ليه شي فلوس، مره يدير 4 المليون يعني بسميتو كيعطيه الحساب، مره يدي 8 المليون ما كيفوتش هذا القدر هذا، مره 5 المليون مره 6 المليون. ولكن ما عمره فات هذا القدر هذا، ما كيفوتش 100 المليون كيعطيها له في يدو. البزناس قال ليه لا راه غنديها انا. المسجون شاف فلوس كثيره ويضر ليه في الخوا. قال مع راسو هاد الفلوس ما غاديش تمشي للبنك، هاد الفلوس جابها لي الله. هو كانت عنده واحد الجنويه تما، كان داير هكا السلاح ديالو، عارفه فين محطوطه، كان ديما كيهزها من كيكون بوحدو مثلا. كيكون عساس هكا بالليل وكيخرج يضرب دويره على الفيلا، كيخرج بها لسمع شي سقرقيب ولا شي حاجه، كان دايرها هي السلاح اللي كيعتز به. المهم جلسوا كيشربوا في الليل. البزنس كيشرب عادي كيف موالف، يعني كيشرب بزاف. المسجون حتى هو كان كيطيح في الشراب، ولكن ديك الليله كان كيشرب ويقيس، كيشرب ويقيس. الاخر كيشرب على نيته، هو كان عارف شنو غادي يدير، ما طاحش يعني في الشراب، يعني خلى راسو موقد عارف شنو كيدير. كان كيتسنى الفرصه. ملي شاف الاخر طاح في الشراب وسكن مزيان، لقى الفرصه وهو يغفلو وبقى كيعطيه بديك الجنويه حتى قتلو ومات. ملي شافو مات جمعوا الواه في واحد ليزار ودفعوه تما تحت الفراش. ناض غسل يديه بشويه عليه، هز الفلوس. ملي صبح الحال سلت بحالاته. المشكل هي ان هاد البزناز ديال هاد البزناز هي ان هاد الفيلا ديالو ما كان عارفه حتى شي واحد، حتى واحد ما كان عارف بلي عنده فيلا في هذيك الجهه، لا ولادو ولا مراته ولا عائلته ولا صحابه ولا حتى شي واحد كان عارفها بوحدو. ما فهمتش شنو قال له راسو، زعما ساتر راسو ولا شي حاجه. ولكن هاد الفيلا كانت مخبعه على العائله، مخبعه على الصحاب، يعني حتى واحد ما كان عارف بلي عنده دار في هذيك الجهه هذيك. بزاف ديال الناس كيديروا هاد الفعايل، كيخبعوا على ولادهم بزاف د الحوايج على ذكر هاد الشيء. تفكرت واحد القصه غادي نقولها. واحد السيد كانت سرقات ليه 120 مليون، سرقات ليه من البيرو ديالو، يعني في وسط البيرو ديالو هو حط فلوسه في البيرو ديالو. هو الخدمه ديالو كانت كان خدام ترانزيتير، كيجيب السلعه من برا كيدي السلعه لبرا، هذه هي خدمته. المهم داو ليه فلوس من وسط البيرو، كان دايرهم في واحد الكفر مخبي تما في واحد الجهه ما عارفها غير هو، يعني ديك الجهه كانت مخبعه مزيان، حتى واحد ما غيقول بلي داك البيرو فيه كفر. شكون شافو ولا شكون صورو قبل ولا شافو كيدخل وكيجبد الفلوس تما الله اعلم. فاش عرف بلي تسرق، يعني باش عرفوا ولادو ومرتو السيد طاح تمايا، ملي يعرف راسو تسرق طاح وسخف تمايا، عيطوا على مرتو عيطوا على ولادو، جاو عنده الخدمه ديالو. قالت ليه مرتو شحال مشى ليك؟ يخلف الله ماشي مشكل. قال لهم مشات ليا 120.
ولادو تيقول لي واش 100,000 ريال الوالد، 100,000 ريال معليش، واش 100,000 ريال و20,000 ريال ماشي مشكل، حنا في الله. هو كيقول لهم لا 120 مليون. مرتو بقات كتشوف فيه، قالت لهم منين انت جاتك 120 مليون؟ هو كيقول لهم صافي بعدوا مني دابا. ولادو كيقول لي واش الفلوس ديالك ولا ديال شي واحد اخر؟ قال لهم لا الفلوس ديالي ومشات ليا فلوسي. مرتو قالت لي انا بعدا واش ما فهمتكش، 120 كلها حاطه هنا وحنا ما عارفينش، ما دايرها في بانكا، ما دايرها في والو. يعني كاين شي واحد حتى كتوقع عليه شي مصيبه عاد كيعرفوا ولادو بلي راه مخبى عليهم فلوس. واخا ما فهمتش علاش هذا التصرف هذا. وكاين بزاف ديال الرجال كيفتخروا بهذه القضيه واخا هي زيرو. ديما كتلقى شي واحد جالس مع صاحبو تيقول ليه شتي انا المراه عندي والله ما عارفاني شحال كنشد، زعما راه داير شي انجاز عظيم، مرتي ما عارفانيش شحال كنتخلص. وهذا الشيء راه ما خصوش يكون. ربما هذا الانسان طراليه شي حاجه يخلي ولادو هكاك متشردين. راه الا كانت الثقه والعشره الكامله، خص كل طرف يعرف على الاخر شنو عنده، شنو كاين وشنو ما كاينش، يكون كلشي مشترك. اما تكون الثقه اما بلاش، انت داير معاها الاولاد وعشره بيناتكم وسنين وعايشين تحت سقف واحد ومخبى عليها ونكر عليها كلشي. مرتك راه خصها تعرف شحال كتخلص، وريها فلوسك، وريها الا عندك شي دار، وريها الملك ديالك، ما تخبيش عليها. كاين شي نوع ديال الرجال كيقول انا ما غاديش نموت للاسف، وعندنا بزاف ديال هاد النوع اللي مريض في راسو تيقول انا ما غاديش نموت. كيقول مع راسو انا غنسكت، انا ما مريض. ملي كيشوف شي واحد مات كيقول مالو مات بكسيده، وانا ما كندوش من تما. مالو مات بالقلب وانا ما مرضش بالقلب. مالو مات بهادي تيقول انا راه ما غاديش نموت الغدا، ما غنموتش اليوم، انا بصحتي بخير وعلى خير، نسكت على رزقي. كيخبي على مرتو، كيخبي على ولادو، كيقول انا ما غاديش نموت دابا. ما يعرفوش دابا حتى من بعد، ما يعرفوش دابا المهم ماشي دابا. بحال هذا مخبع دار على ولادو بوحدو اللي عارفها، بوحدو اللي عارفه ديك الفيلا كاينه. تخيل هذه انا بعدا ما كتفهمش ليا. فيلا على قدها مخباها على عائلته، وبغاو يقلبوا عليه فين غيقلبوا عليه؟ حتى واحد ما عارف فين زاد. كاين اللي كاينه ناس كيخبعوا واخا ما عرفتش كيفاش كيفكروا، مخبى على ولادك يعني من صلبك. واحد السيده بينك وبينها 10 سنين، الانسان يقول اش عنده خاصه مرته وولادو، يقول لها المانطا ديالو شحال كيشد، واش عنده شي ملك ولا شي حاجه. واحسن حاجه الواحد يدير فين ما يكون خارج يبقى يقول لمرته فين غادي، ماشي يخرج ويزيد. ربما الواحد كتجيه الله يستر شي سكته قلبيه، شي حاجه، شي ازمه. الواحد زي شاف شي واحد طول وغاب يعني وتعطل، يعرف فين غادي يتوجه ويعرف فين غادي يمشي. ماشي المراه تقول له فين خارج يقول لها انا جاي غير هنا. لا، ديما بقاو تعلموا انا غادي عند فلان ولا غادي القهوه ولا غادي للبلاصه الفلانيه. فاش يجيو عندك يعني حتى كيجيو الناس كيصدموا ولادك، حتى يدخلوا ويدقوا عليهم واش فلان باكم ولا اله الا الله. يعني مشكل هذا صراحه. الواحد يبقى يصارح الطرف الاخر، ما كاينلاش هذا الشيء، ما بقاش اليوم. الواحد يوعى شويه يعيش بضمير مع الطرف الاخر. هادشي اللي بغيت نقول. كاينه ناس للاسف كتلقاها عايشه، يعني انسان كتلقى عنده 50 عام داير وليدات، داير مرأة. فاش كيسولوا ولادو مرتو باكم فين كيكون، ما نعرف. مع من كيجلس ما نعرف. شكون صحابو ما نعرف. كتلقاوهم ما عندهم حتى شي معلومه والو. بحال هذا نهار غبر مرتو كتقلب ما عارفاش فين غتقلب، البوليس كيقلبوا، الدار كيقلبوا على راجلها، ولكن السيد ما بانش. ولاو كيقولوا راه ربما حيت هو بزناز يكونوا سرقوه دابا يبان، ربما مواليد الحشيش شدوه، ربما ولاو الناس كيجيو نصابه كينصبوا على هذيك المراه مسكينه، كيقولوا لها راه سمعنا راجلك كاين في الجهه الفلانيه، عطينا نمشيو نقلبوا عليه. السيده كتعطيهم الفلوس، ولكن الحقيقه راه السيد مقتول وميت في وسط ديك الفيلا. هذاك الشاب ملي قتل البزنات وسرق الفلوس رجع لبلادو، هبط للجهه ديال سوق الاربع. بعد من الشمال، ما بقاش كيدور تطوان والنواحي، بقى عايش عادي كيدور. كيف قلت كل عشيه غادي القنت، ما عندوش مشكل، الفلوس موجوده، كيخسر ويلبس، ما بقاش كيقرب للشمال. عايش في وسط القصاير. هنا تعارف مع واحد الدري كانت عنده 207. هذاك خينا كان خدام، كيهز بها الناس، كيهز بها السلعه،
كيدير داك النقل السري ما بين الدواور. وهو جلس يخدم معاه. هاد الولد هذا كان باقي ولد جون، باقي صغير، عنده باه ما عندوش مو. عنده اختو هي اللي كانت مكلفه بالدار والشقه والجميع وداك الشيء. آه باه كان مكلف بالفلاحه، مقابل هنا لهيه عنده واحد الحانوت معاون به على الوقت. السيد كان لاباس عليه شويه، عنده بلاد، ولدو ما قراش ما كملش في قرايته، دار ليه ديك 207 كيخدم بها، كتعاون بها على الوقت وكيخدم. هاد الولد هذا انحرف شويه، ولا الخدمه بالنهار والشراب بالليل، الخدمه بالنهار والشراب بالليل والقصاره بالليل. باه ما كانش كيتحاسب معاه على المداخيل ديالو. تلاقى مع هاد خينا، شنو لقاهم؟ لقاتهم الرذيله، الشراب والقصاره والبنات وداك التخربيق. المهم بالنهار هو خدام معاه، خدامين بجوج، يهزوا البلايص، يهزوا السلعه، كيدوروا بين الدواور، خدامين. في الليل الشرابات، حاضين على الشرابات ديما على هاد الحال. حتى لواحد النهار، كانوا جالسين كيهضروا كيتحدثوا. هذاك مول 207 جالس كيهضر شويه، بدا كيشكي على داك المسجون. قال لي اودي هاد الوليد عندي ما عرفتش كيفاش كيفكر. هاد الوليد ما عرفتش شنو بغا يدير بالفلوس، راه كيجمع غير كيجمع. راه عنده واحد الصندوق في البيت مخبعو. الا باع الزرع كيخبع الفلوس في داك الصندوق ويسد بربعة السوارت. الا باع الصوف كيجي يخبع فلوس في الصندوق. الا باع الشمندر كيديه اللوزين ويرجع الفلوس للصندوق. تنقول له ديما با دير الفلوس للبنك، كيقول لي لا ما عندي ما ندير بشي بنك، خلي الفلوس حدايا حدا راسي. نهار نبغيهم نلقاهم. قال له عييت معاها صاحبي ستيتها كيخبع، ما عرفتش شنو باغي يدير. ما باغي يعيش حياته، ما باغي يعطينا الفلوس. هذاك المسجون قال لي هو باك هذاك ما عندك ما دير معاه، معليش. الاخر قال لي لا اصاحبي السيد غير كيجمع فلوس وما عطينا والو. انا عييت نقول له نبدلوا غا الطوموبيل ولا نديروا جوج طوموبيلات ونخدموا على راسنا، نشريو شي وحده جديده. وهو والو سقرام كيموت على الريال. هو بهاد الهضره هادي شنو كان ناوي؟ كان باغي غيفوح على الاخر، كان باغي غيبان عليه وباللي باه لاباس عليه، وباللي كلشي غادي يبقى ليه واحد النهار، وباللي داك الزرع راه كيدخل فلوس، وباللي الحانوت كيدخل فلوس، والبلاد وباه لاباس عليه وكلشي غيبقى له في الاخر. ولكن الاخر لا، الاخر طاحت عليه فكره واحده اخرى. قال هذا لاباس عليه، ابنه غني، باه لاباس عليه، خطط قال مع راسو الدار فيها هذا ديما ناس وسكران، حلو ساهل، بيتو انا كنعرفو، با حتى هو كينعس لهيه، اختو كتنعس لهيه. هو كان سبق ليه دخل للدار، قصر معاه شحال من مره. الدار ما فيهاش الكلاب اللي غيفضحوه يبقاو ينبحوا عليه، عارف المداخل منين يدخل وعارف منين يخرج النوافذ وكل شيء. فكر مزيان. قال مع راسو كاين هاد الصندوق في البيت غيكون عامر فلوس، با ما كيديش الفلوس للبنكه، اذا الصندوق راه عامر ومستوكي فلوس. دار خطه من داكشي اللي سمع من عند الولد. وهذا الشيء كيجيب شحال من مره ذكرته في حلقات سابقه، شحال من واحد كيجيب البلا غير راسو، كيف كنقولوا كيجيب البلا غير راسو بفمو، كيجيب لراسو جريمه، كيجيب لراسو شي فضيحه شي حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح: اقضوا حوائجكم بالكتمان. الواحد يسد فمو، وشحال من واحد كيبقى يعاود على رزق دمو وعلى الخيرات دباه، كيتباهى على صحابو، كيبغي يبان ويعاود على دارهم. او لا ودوك ابناء الجاليه حتى هم اللي كيجيو يضربوا الطوموبيلات على الدراري، هو غرضو غير يبان حنا عندنا وعندنا. ولكن وانا ما عرفتش، ربما كيسمع الهضره المجرم. واحد راه خاصو غير باش يتكيف، واحد خاصو غير 10 دراهم، ما عندوش الكساف باش يخدم عليها. هاد الشيء اللي قال. المهم واحد النهار جلسوا هاد الجوج، نرجعوا للقصه، جلسوا هاد الجوج كيشربوا كيف ديما. الاخر ما شربش مزيان، كيف ما دار في الاول مع البزناس، دار يعني حتى مع هذا ما شربش مزيان، شرب شي شويه. الاخر شرب مع راساتو. مشاو حتى لباب الدار وتفارقوا. قال له الله يعاون الله يعاون بالسلامه. ولكن هو ما مشاش، رجع غير مور الدار وتخبع. بقى ثامر على الدار حتى بانت ليه يعني بان ليه الضوء ديال البيت ديال الولد طفى، يعني راه نعس. بان ليه البيت ديال بات الدري طفى، الضوء ديالو طفى، حتى هو نعس. البنت طفات الضو نسات. هو ما دخلش ديك الساعه، بقى سامر، صبر واحد ساعتين من بعد، يعني خلاهم حتى تاكد بلي نعسوا، دخلوا في النعاس وفي السبات العميق.
دخل على الولد هو الاول، يعني جا حالو ساهل، السيد اصلا كان سكران وكيشخر، شدو ذبحو، بقى شاد ليه فمو، خلاه حتى تركد على خاطرو، تاكد منه مات. ناض هو يمشي للبيت ديال باه، شاف لقى البيت مسدود، دق عليه الدقه الاولى، دق عليه الدقه الثانيه، حتى فاق والظلام كيف قلت. الاب حل الباب مدهشر، وانتم كتعرفوا كيفاش الواحد فاش كيكون يلاه فايق من النعاس ضايق وما كيشوفش مزيان، يعني ما كيبانلوش اللي قبالته مزيان. كيقول شكون شكون، وهو يعني يلاه فايق باقي ناعس، ما بانلوش مزيان شكون اللي واقف حداه. الاخر دفعو لداخل، طيحو، جلس كيعطيه بديك الجنويه، قتلوه. البنت سمعت الصداع، سمعت الحس في الدار، ناضت بغات تشوف شنو كاين، وهي تقابل معاه. تقابلت مع هاد المسجون، هربات، جات خارجه هاربه، ضربها هو بديك الجنويه، ضربها للظهر ديالها عده طعنات، ولكن قدرت تخرج، خرجت لبرا، طاحت، هو تبعها كمل ليها، بقى كيعطيها. شافها ما بقاتش كتحرك، تيقن بلي البنت ماتت، رجع للبيت، رجع للدار، دخل للبيت ديال الاب، بقى كيقلب تما، بان ليه الصندوق، بقى كيضرب فيه فرعو، حل داك الصندوق، قلب لقى فيه 17 مليون، حسبها على خاطرو، قلب كيف قلت لقى 17 مليون، قال مع راسو هادشي اللي عنده، السيد غرضو غير في الفلوس، هزهم وزاد، هرب قبل ما يطلع النهار. الاب ميت، الولد ميت، البنت بقدرة الله ما ماتتش، واخا ضربها بدوك الضربات كاملين وكانوا ضربات غارقين، ولكن بقات عايشة بقدرة الله، بقات كتحاول تنوض وتغوت، واخا ما كانتش قادرة، كتنوض شوية تحبو، طيح وتعاود تهضر شوية وتفيق، وهكاك حتى سمعوا الجيران الحس، ناضوا كيقولوا شنو كاين، كيقولوا شي حد برا كيبكي ولا شي حاجة، خرجوا لقاو البنت في هذيك الحالة مضروبة، عيطوا على الدرك الملكي في 4 ديال الصباح. نوضوا البنت، داوها للسبيطار، هزوا الجثث د الولد والاب لامورغ، خلاو الدار في الحراسه حتى طلع النهار. داروا تقرير الوكيل الملك، بقاو خدامين في هذه القضيه والبحث جاري. البنت ملي داوها للسبيطار دخلت في كوما. شكون اللي غايقول لك شكون اللي مات شكون اللي قتل، الله اعلم. الامل بقى غير عند هذيك البنت هذيك بوحدها، الامل بقى في البنت بوحدها، الا ماتت البنت ضاع كل شيء. خوها اللي غايقول لنا شكون مات، باها مات، مسرح الجريمه ما عطى حتى شي حاجه. هي اللي بقات حيه، يعني بقات بقاو كيتسناوها تفيق تعطي شي معلومات. دازت سيمانه والبنت كوما، مر سيمانه ولات كتجاوب مع الطبيب، ولات كتقدر تفيق، ولات كتقدر تجاوب معاه. الطبيب في هذه الحالات هو اللي كان قادر يعطي الامر المخزن باش يتكلموا مع هذه المريضه هذه وبالحضور ديالو. البنت فاقت، قدرت تهضر، الطبيب شافها بلي ولات مزيانه، عيط على الدارك، جاو سولوها، قلنا بنتي كيفاش وقع، قالت لهم فلان هو اللي كيكون مع خويا، وهو صاحب خويا، وديما كيدخل عندنا للدار وعارف الدار، وهو اللي دخل قتل خويا، هو اللي ضربنا، وجيت انا تقابلت سمعه واش وقع. السيد بدا البحث عليه، توصلوا ليه باللي كان عند خالته مخباه تما، جابوه الدارك، ما عنده ما يدير. البنت شافته، شهدات ضده، اعترف، تقدم للعداله وتحكم بالمؤبد. على القتل العمد مع السرقه، مشى بالمؤبد، كان ممكن يمشي بالاعدام، المهم هو هنا مشى بالمؤبد، فما نقدرش نطعنوا في شي حكم ديال اي قاضي، لا انا ولا غيري. المهم السيد كيف قلت تحكم بالمؤبد. هو هنا تخبى في الحبس، قال مع راسو انا راه فلات داك خونا اللي قتلت في تطوان، اللهم نتحكم غير على هادو. ولكن البوليس ديال تطوان راه وصلتهم شكايه من عند واحد السيده اللي كتقول باللي راجلها قبل ما يغبر راه كان عنده واحد صاحبه قديم، هو كان معارف معاه وكان كيجي وكيمشي معاه، كان خدام معاه. كتقول بلي خصهم يسولوا هاد صاحب راجلها، ربما تكون عنده شي معلومات على راجلها المختفي، وبلي كاينه واحد الصوره لهاد السيد هذا، وبعد المعلومات عليه بحال الاسم ديالو وكذا والسكن ديالو. مخاوهم في شي ورقه عنده، يعني عنده شي ورقات ديال هاد السيد هذا. العائله ديال هاد السيد هذا، هاد البزناز، ما كانتش راده البال لهاد المعلومه البسيطه، ولكن واحد السيد كان صديق العائله هو اللي اكد هاد الهضره هادي، وقال لهم راه البزناس قبل ما يغبر
كان كيجي عندي مع صاحبو، وصاحبو قال لي بلي صاحبو من الغرب، وبلي قال لي راه خدام كيبيع ويشري معاه في المخدرات. و... ولكن هاد السيد ما كانش عارف بلي السيد عنده فيلا. يلا كان عارف بلي هاد خونا راه صاحب البزنس، عرفوا بلي مصور معاه سميتو فلان. قال لهم خصكم تجيبوه تسولوه، حيتاش غبروا بجوج، يا ربما تكون عنده شي معلومات على السيد اللي كنقلبوا عليه ولا شي حاجه. راه غبروا بجوج، هاد الشيء ما يمكنش. قالوا بلي خاص هاد السيد يبحثوا عليه. البوليس من خلال هذيك الصوره وهذوك المعلومات قدروا توصلوا لهاد السيد بلي سميتو فلان بن فلان، وبلي ساكن في النواحي ديال السوق الاربع، وبلي حاليا هو محكوم بالمؤبد في الحبس. جاو عنده للسجن البوليس بانتداب قضائي وبترخيص من الوكيل العام، عطاوه للبوليس باش يبحثوا معاه. هو بغى ينكر، بغى يتهرب من هذا الشيء هذا، ولكن لا، عمقوا معاه البحث وزيروا كيف كنقولوا، واعترف. في الاخر قالوا له فين هو السيد، قال لهم راه في دارو. قالوا له من دار؟ قالوا في الفيلا ديالو. قالوا له من فيلا؟ قالوا من الفيلا اللي خارجه على تطوان. قالوا له تمشي معنا تورينا هاد الفيلا؟ قال لهم نمشي معكم. مشى معاهم وراهم الفيلا. مشاو حلوا الفيلا، لقاو السيد سالة. داك السيد صافي سالة، حيت مده وهو تما السيد تنفخ وكرمات الجثه ديالو وتحلات وبقاو فيها غير العظام، حيت مده طويله وهو تما اكثر من عامين. يعني اكثر من عامين والسيد تما مليوح في ديك الحاله هذيك. المهم عاود ليهم كيفاش قتلوه وعلاش قتلوه، شنو داليه، كيف ذكرت لكم من الاول. ما عرفتش شنو غادي نقول على هذا المجرم، على عقليه عنده وعلى العقليه اللي عند هاد الناس هادو. بحال هاد المجرم هذا ما كيبانلوش كيفاش يدير لاباس ولا كيفاش يدير الفلوس، الا بالطريقه، الا بانه يدي لعباد الله ديالهم. يسرق ما عندوش مشكل، يدور يخسر الفلوس يتسالى ويعاود يسرق ما عندوش مشكل. بحال داك السيد اللي كيسرق البورطابلات البنات ويغريسيهم، ما عندوش مشكل، يجمع بورطابلات يبيعهم، يشد فلوسهم شرابات، عاوتاني الغد ليه يعاود يسرق بورطابلات. ما كيفكروش يخدموا، ما كيفكروش يديروا حتى هما شي مشروع. هاد السيد هذا ما قالش مع راسو واخا هاد الشرح حرام، ما قالش ملي دا ديك 4 المليون ما قالش ندير بها خدمه، نروج بها الوقت، ندير بها شي مشروع حتى الا حصلت نخلي لولادي باش يعيشوا واخا هاد الشيء راه حرام. لا، ما فكرش هكا. هو بانت له غير مدد الحياه والشراب والقصاير والبنات. ما كانش عنده مشكل، راه نهار غيساليو فلوس غيعاود يسرق ويعاود يقتل، عنده الروح سهله. علاش؟ حيت كتافو خاويين، كتافو كيف كنقولوا باردين، ما قدش على الخدمه. وها كتلقى هاد الشفاره وهاد النصابه دائما كتلقاهم صحاح بصحتهم، ولكن خاويين صحتهم على الخوا، كتافهم باردين كيف كنقولوا. تحكم هاد السيد هذا في الاخير بالاعدام، وراه باقي حاليا في الحبس. وحتى هنا كتكون سالات الحلقه ديال اليوم، والسلام عليكم.